عارفين صوت ايه ده يا ولاد؟ ده مش صوت زينة رمضان في الشارع ولا صوت ريح. تفتكروا ايه الصوت ده يا ولاد؟ حبايبي الحلوين، وحشتوني. عاملين ايه؟ الصوت ده يا ولاد كان صوت فانوس نور الجميل ابو غمزة جميلة في عينيه. الفانوس نور الجميل ده ما بيحبش يفضل متعلق في البلكونة وبس. لا 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 لا، ده بيحب يجري ويطير ويساعد الناس وبيدور على السعادة في حي السكر. وفي يوم من الأيام وهو بيدور على السعادة في حي السكر، راح لقى عم صابر قاعد زعلان والفرن بتاعه عطلان. قال له: مالك يا عم صابر، زعلان ليه؟ الفرن بتاعي عطلان وانا مش عارف اعمل ايه، ما تزعلش يا عم صابر، ان شاء الله الفرن هيتصلح وهيبقى جميل. وفجأة يا ولاد قام الفانوس نور مطلع نور منه، نور جميل خلى الفرن يتصلح وما شاء الله بقى جميل، والكنافة طلعت جميلة وعم صابر بقى مبسوط، والأولاد قعدوا يغنوا مبسوطين ويقولوا: يا عم صابر يا حبيبنا، عايزين كنافة من عندك، الفانوس نور منورنا، نور نور منورنا. وبقت الولاد مبسوطة جدا جدا. وفي يوم من الأيام تاني والفانوس نور الجميل اللي بيحب يعمل الخير بيطير، لقى قطة زعلانة عمالة تعيط وتقول: مياو مياو، خايفة أنزل تحت، الدنيا ضلمة والأرض بعيدة قوي، أنا خايفة، أنا هنا متعلقة في فرع الشجرة وخايفة أنزل، أعمل إيه؟ راح يا ولاد على طول منور الفانوس نور أحمر وأخضر وأصفر كأنه إشارة مرور سحرية، نور الدنيا للقطة الجميلة. راحت القطة الجميلة نزلت على الأرض بالراحة من غير ما رجليها توجعها ولا تتعور، والقطة بقت مبسوطة، وفانوس نور بقى مبسوط عشان بيساعد الناس وبيساعد القطة وساعد عم صابر وبيحب يساعد الناس. واحنا يا ولاد نتعلم ايه من الحدوتة دي؟ ان احنا دايما نساعد الناس ونساعد اللي حوالينا، نساعد اللي نقدر نساعده ونساعد اللي محتاج مساعدة، وده بيخلي النور اللي جوانا مستمر وجميل. ولازم يا ولاد نمد يد العون للناس. ربنا بيحب الناس اللي بتساعد بعضها ويكونوا مع بعض قوة. ونقابلكم إن شاء الله في مرة الجاية في حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.